مسودة البيان الختامي للمؤتمر النسائي العالمي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد بتاريخ 30 تموز 22 تحت شعار بالإرادة النسوية الحرة نتحدى الإبادة الجماعية في شنغال. لقد جرحنا وتألمنا جميعا في الصميم بسبب هجمات الإبادة الجماعية الجينوسايد وإبادة النساء الفيمينيسايد التي تحققت في سنجار بتاريخ 3 آب 2014. ونرى أن هذه الهجمات التي طالت النساء الأزيديات بصورة خاصة إنما طالتنا جميعا، وللأسف الشديد فإن هذه الإبادة الجماعية الحاصلة في شنغال لم تكن الأولى من نوعها على الأراضي العراقية، إذ ما زالت الذاكرة الجمعية تعيش تداعيات هجمات الإبادة الجماعية المسماة بالأنفال، والتي تحققت ضد الشعب الكردي خلال الأعوام 1986 و 1989 بأمر من الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكذلك الإبادة الجماعية التي طالت العرب الشيعة في العراق عام 1991. وبالتالي فإن الممارسات اللا إنسانية كالإبادة الجماعية وإبادة النساء ترتكز إلى السياسات والأيديولوجيات المتمحورة حول السلطة والاستغلال. وعليه فإننا نؤكد أننا سنصعد نضالنا بخطوة في وجه كافة أشكال العصبية كالعصبيات الجندرية والقومية والمذهبية والدينية، لكي لا يتعرض أي نوع اجتماعي أو أي شعب أو جماعة عقائدية لكارثة وحشية مشابهة في المستقبل. وكلنا إيمان بأنه كلما طورنا أنفسنا نحن النساء ونظمنا صفوفنا على أساس الإرادة الحرة فسنستطيع الإسهام بفاعلية في تطوير وتمكين الديمقراطية والحرية والسلام في بلدنا. لم تقم أي دولة أو مؤسسة بالبحث الدقيق في هذا الهجوم الممنهج الذي تعرض له شعب شنغال، ولا بالكشف عن المسؤولين عنه ومحاسبتهم، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا. وعلى رغم كون شنغال منطقة متنازع عليها، إلا أن مسؤولية هذه المنطقة تتبع إداريا للحكومة المركزية العراقية وأمنيا لحكومة إقليم كردستان العراق، وهذا ما كان ساريا حتى تاريخ 3 آب 2014. ومع ذلك فإن كلتي الحكومتين لم تضع حتى الآن هجمات الإبادة الجماعية وإبادة النساء الحاصلة تلك على طاولة لتتحمل مسؤوليتها. وفي السياق فإن عدم البدء تحقيق أو مساءلة أو محاكمة الدول التي دعمت تنظيم داعش الإرهابي المعادي للنساء والبشرية جميعا، والذي شن هذا الهجوم وعلى رأسها الدولة التركية، هو أمر مخزي ومخجل جدا بقدر كونه دليلا على ترك الأبواب مفتوحة أمام ارتكاب إبادات جديدة. نحن مهتمات بالتقرير الصادر في شهر تموز لعام 2022 عن لجنة العدالة الأزيدية تحت عنوان مسؤولية الدولة والإبادة الجماعية للأزيديين. وعليه فإننا نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب الدولية بالقيام بمهامها بدء التحقيق في المزاعم الواردة في هذا التقرير. لقد اعترفت هيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانيات الوطنية بأن الكارثة التي تحققت في سنجار هي إبادة جماعية. نبارك تلك المؤسسات التي اتخذت هذا القرار، ونناشد البرلمانات والمؤسسات الدولية الأخرى بالاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية وبإبادة النساء التي حصلت في شنغال. كما نطالب البلدان والمؤسسات التي اعترفت رسميا بهذه الإبادة بأن تباشر بمحاكمة المسؤولين عنها. ثمة ضرورة ماسة لإطلاق نشاط عالمي من أجل تحرير النساء والأطفال الأزيديين الذين ما يزالوا في قبضة داعش. كما ينبغي تذليل وإزالة العراقيل التي تقف في طريق عودة الشعب الأزيدي مجددا إلى موطنه بعدما تركه مرغما جراء الإبادة الجماعية 74.
واضطر للعيش في ظروف حياتية قاسية للغاية في مخيمات اللجوء. ونناشد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن محاولاته التي تزيد بشتى الوسائل من مصاعب عودة الشعب الأزيدي إلى موطنه. إلى جانب ذلك فإننا نطالب كل القوى الدولية مجددا بدعم المساعي الهادفة إلى تعويض المتضررين من الحرب، وإلى تنظيف أماكن السكن من مخلفات الألغام التي زرعتها مرتزقة داعش، وإلى إعادة إعمار سنجار التي سويت بالأرض. لم تدرج حتى الآن إبادة النساء ضمن لائحة جرائم الحرب في القوانين الدولية، وعليه فإننا نطالب كل المنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة اعتبار إبادة النساء الحاصلة في شنغال على أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. نحن ندافع عن حق كل الشعوب والجماعات والمعتقدات في الدفاع عن النفس ضد مخاطر الإبادة الجماعية وإبادة النساء، ونعلن عن أننا نرى قوة الدفاع عن النفس والتي أسسها شعب ونساء شنغال بأنها حقا مشروع على رغم كل محاولات عرقلتها، ونؤكد أنه لكل الهويات المختلفة الحق في تنظيم نفسها كأحد أهم الحقوق الأساسية والمشروع. وبالتالي فإننا ندعو كل الفئات المؤيدة للديمقراطية ولحقوق الإنسان أن تدعم وتساند واقع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشعب شنغال. لقد سويت شنغال أرضاً حصيلة الحروب والهجمات التي تعرضت لها في عام 2014، وقد حاول شعب شنغال حتى اليوم تأسيس أماكن الاحتياجات الرئيسية اعتماداً على إمكانياته الذاتية كالمشافي والمدارس وأماكن العبادة، بينما كان من المؤمل أن تساهم الدول والمؤسسات الدولية عموماً والدولة العراقية خصوصاً في تضميد جراح هذا الشعب. نرى أن الهجمات التي طالت شنغال مؤخراً قد تحققت بين الدولتين التركية والعراقية، وعليه فإننا نشجب ونندد كل الهجمات التي شنتها الدولة التركية على الشعب الأزيدي القاطن في شنغال، ونطالب بذات الوقت كل تلك الهجمات بإيقاف كل تلك الهجمات فورا، كما نطالب القوى المعنية بفرض الحظر الجوي على الدولة التركية التي تقصف شنغال جوا، ونرى ذلك شرطا أساسيا لا بد منه. ومن الواضح جليا أن التغاضي عن الحساسيات والمخاوف لأي جماعة أو شعب تعرض للإبادة الجماعية هو يقع ضمن المصالح السياسية الفضة، إنما هو سياسة سيئة بالنسبة للدولة، وأنه بعيد كل البعد عن إنتاج الحلول. إننا على قناعة تامة بأنه إذا كان ثمة بحث حقيقي وحميمي عن إيجاد الحلول لأجل سنجار، فإن هذا يمر فقط بالاعتراف بإرادة الشعب الأهل في سنجار، ومن إشراك هذه الإرادة في النقاشات الدائرة بشأن الحلول، وبالتالي فإننا نرى أنه لم يتم إشراك المجتمع الأزيدي الآهل في شنغال في اتفاقية 9 تشرين الثاني لعام 2020، والتي وقعت عليها الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، وبالتالي فإن قراراتها غير ملزمة وغير شرعية بالنسبة لشعب سنجار، ونطالب بالتراجع عنها فورا. وإذا كان ثمة حل ممكن في سنجار فإن السبيل إليه يمر من الاعتراف بإرادة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشعب شنغال. ينبغي وبكل تأكيد إشراك النساء في كل القرارات المتعلقة بشنغال، كونهن الضحية الكبرى لهجمات 3 آب 2014. ولهذا السبب نشدد على أن كل قرار لا مكان لإرادة المرأة فيه هو قرار غير عادل وغير دائم، بالتالي يتوجب الإدراك جيدا أن كل مشروع لا تنعكس فيه إرادة المرأة هو مشروع عاجز عن صياغة الحلول المستدامة. لقد شن داعش هجمات وحشية ضد الأزيديين متحججا بالدين،
وبهذه المناسبة ندعو كل الجماعات الدينية والعقائدية التي لم تشترك في هذه الجريمة إلى التضامن مع الشعب الأزيدي وإلى تعزيز الحوار الفعال بين الأديان. وباسم جميع النساء الحاضرات في هذا المؤتمر نعلن أن الجواب الأفضل والأصح على هذه الكارثة التي طالت نساء الأزيديات وتعزيز التنظيم والتضامن النساء العالمي، ونناشد كل نساء العالم من هنا بالبدء معا بمساءلة كل المسؤولين عن إبادة النساء التي حصلت في شيكاغو.